اللي يعرفني يعرف ان اكتر هواية مواظبة عليها، او مش عايزة اقول هواية، انا بتهيألي هي من اساسيات الحياة دلوقتي، هي الرياضة. انا فاكرة ابتديت العب رياضة من وانا عندي 21 سنة، يعني بقالي اكتر من 15 سنة دلوقتي بلعب اي نوع من انواع الرياضة اللي اقدر العبها: اليوجا، كارديو، كيك بوكسينج، زومبا، اجهزة في الجيم، اوزان، مشي، وده اضعف الايمان يعني. بس انا فاكرة كويس قوي امتى اخدت قرار ان انا العب رياضة. طول فترة طفولتي ومراهقتي انا كنت دايما حاسة ان انا تخينة، كنت حاسة ان انا اتخن واحدة وسط اي جروب بكون موجودة فيه، صحابي، قرايبي. وده عزز احساس ان انا زهرة الحائط، ان انا خجولة، ان انا منكمشة. دي فادتني وضرتني الاتنين. مش هو ده موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان لما تميت 21 سنة كنت مع صاحبتي الانتيم في النادي، كنا بنحتفل بعيد ميلادي. وقتها معرفش ليه بس جالي احساس ان انا مش حباني كده، مش حباني في الجسم ده. ما كنتش بدينة، او ما كنتش اوفر ويت، او ما كانش جسمي منعني ان انا اعمل اي انشطة، بس كنت حاسة ان مش هو ده انا. علشان كده ابتديت الاول رياضة من منظور ان انا عايزة اخس. وابتديت اول حاجة ابتديتها ان انا جبت كتاب كان عن اليوجا، ابتديت اعمل يوجا. وقتها اليوجا ما كانتش منتشرة زي ما هي منتشرة دلوقتي. كنت اقفل عليا باب اوضتي والعب يوجا. واحدة واحدة الموضوع تطور. مش عايزة اقول ان انا ابتديت العب في الجيم بدري، بالعكس انا ابتديت مؤخرا نسبيا، ومش منتظمة قوي ان انا اروح الجيم، خصوصا مع ضغوط الحياة. فكرة ان في شغل، في ابني، في حياتي، بتخليني ما اروحش الجيم على طول. بس انا بحب العب في البيت. المهم، مش هو ده برضو موضوعنا ان رغم ان انا ابتديت ان انا العب رياضة من منطلق ان انا عايزة اخس، لقيت ان الموضوع ما بقاش هو ده هدفي. بالعكس، ده بقى اخر اهدافي من ان انا العب رياضة. احيانا بحس ان انا زدت شوية فعايزة اقل شوية، بس الاساسي بالنسبة لي ان انا بلعب رياضة ان انا ابقى قوية، ان انا اقوي عضلات جسمي وعضلات عقلي. لعب الرياضة بيخليك متقبل اكتر لحالات الاكتئاب واللخبطة اللي بتبقى في حياة الواحد. احساس الثقة اللي بيبقى مش سهل ان الواحد يحس بيه، لما بيلعب رياضة بيحس بيه. لما بيبقى عارف ان هو دماغه نشيطة وجسمه نشيط، لما بيبقى عارف ان هو عنده روتين مفيد بيعمله في حياته. احنا في الغالب كل الحاجات اللي بنعملها في حياتنا متبقاش مفيدة. تقلبنا على الفيسبوك، احساس الاكتئاب، الاوفر ايتينج، كل الكلام ده مش مفيد. فلما بتبقى على الاقل حاسس انك بتعمل حاجة مفيدة لنفسك، انك بتلعب رياضة، بيبقى احساس هايل. عشان كده انا شايفة ان الرياضة من اساسيات العيشة. لازم الواحد يبقى عنده وقت في اسبوعه وفي يومه بيلعب فيه رياضة. مش شرط كل يوم، مش شرط تروح الجيم، مش شرط ترفع اوزان عالية او كبيرة، بس على الاقل في حاجة بتعملها بتفرغ فيها الطاقة بتاعتك شوية. احنا كلنا عايشين في عالم قاسي، في عالم صعب، كل يوم حاجة اصعب من اللي قبليها. علشان كده لازم نقدر ان احنا نطلع الطاقة السلبية دي بشكل مفيد. و... واللي عايز يخس شوية يقدر يخس شوية، اللي عايز يزود مرونته يقدر يزود مرونته، اللي عايز يكبر عضلاته شوية يقدر يكبر عضلاته، اللي عايز يعمل اي حاجة يقدر يعملها من خلال الرياضة. حتى لو بتمشي، حتى لو بتمشي ماشي، ده جميل. يلا نقوم نلعب رياضة.